اعتذار رسمي من صفحة كوكينج ويز ماريان لكل دكاترة الدايت وكل مرضى الكوليسترول. ورق عنب بالكوارع. اول حاجة هنبدأ بالخلطة: رز، بصل، شبت، بقدونس، كزبرة، ملح وفلفل، جوز الطيب، ال7 بهارات، بابريكا، وتلميهم بشوية زيت عشان الرز يبقى مفلفل. وبعد كده هنضيف الطماطم، وبعد ما نضيفهم معلقة سمنة حلوة ومحترمة كبيرة يا جماعة، ومتأسفة تاني. وهنا بقى كنت ببتدي الف ورق العنب، لفيته كله وحطيته على جنب. وعلى فكرة الناس اللي قالت على الورق العنب اللحمة المفرومة مريم فين الشبت والبقدونس؟ الشبت والبقدونس والكزبرة في الفيديو ده. وهنا كنت بعلم ميكيلا ازاي تحشي ورق عنب so much fun. لفيته العكس وقالت لي خلاص انا خلصت. الصوص الخطير يا جماعه اللي هنحطه على ورق العنب عشان ندخله الفرن يستوي بيه. اول حاجه قبل ما نبدا في الصوص نكون خلينا كميه الكوارع اللي هنحطها على الصوص في طاسه على النار. هنزل بالسمنه وهنزل بشويه توم وهديهم بس كده لون بسيط قوي. بعد كده هنزل بالصلصه، وبعد كده احط حوالي نص كوبايه شوربه من شوربه الكوارع عليها، وانزل بالخل، الليمون، وطبعا لو عايزه تزودي ملح وفلفل زودي. انا كنت خلاص مش محتاجه، وهنا كنت بشيل شويه من الصوص ده على جنب علشان احطهم على وش الفتة. ودلوقتي دي الكوارع اللي انا قلت لكم خليتها قبل ما ابدا في الصوص، هحطها عليها واخدهم كده غلوه كده مع بعض علشان ياخدوا ويدوا مع بعض كده ويتجانسوا كويس. وبس كده خلاص. وحاليا هبدا اعمل طاجن السعاده عشان ادخله الفرن. هبدا بورق عنب، وداير ما يدور هحط ورق عنب وابتدي احط الصوص. وبليز يا جماعه حطوا ليكويد كتير لاني ورق العنب مش مستوي لسه، هيدخل جوه الفرن يستوي. وده كان اول طاجن عملته. بعد كده عملت طاجن صغير علشان اكلت جارتي الامريكيه منه يا جماعه وعجبها جدا. دلوقتي اغطيهم بالورق الزبده وبعدين الفويل، حطهم كده اغطيهم تغطيه محترمه، ما خليش نفس يطلع من الفرن. ودخلوهم الفرن على نار عاليه، وبعد كده هدوا على نار متوسطه عشان ياخد راحته ويستوي. وبالف هنا والشفا. وبليز ما تنسوش اللايك، ويلا باي باي.